السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. النهاردة هنعمل سويس رول سهل وبسيط جدا. عندك بقى كيكة هابطة شوية، عندك بواقي كيك. بصوا هنعمل حاجة حلوة جدا. شايفين السويس رول العسل ده او الجاتو القمر ده؟ من بواقي الكيك. والله من بواقي الكيك. صلي على رسول الله وتعالي نشوف الفيديو على طول. بس قبل ما نروح على الفيديو احب اعرفك بنفسي. لو اول مرة تشوفي قناتي، انا صافي من قناة ملكة في بيتك. يشرفني انك تفعلي الجرس ليظهر لك كل جديد. صلي على رسول الله. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، انا هنا عاملة كيكة ومتعمدة ان انا اخليها رقيقة جدا. على فكرة كنت ممكن اعمل السويس رول بالطريقة دي، يعني من الكيكة الرقيقة دي كنت ممكن اعمل بيها طبقة سويس رول وهتكون حلوة جدا، لكن حبيت اعمل الطريقة دي معاكم عشان اللي ما يعرفهاش او عنده بواقي كيك. تقدري مثلا كل ما تعملي كيك تشيلي قطعة وتحوشيها مع بعض، او لو انت عندك كيك مش عاجبك تقدري تستخدمي الطريقة دي. هنا انا بشيل الاطراف. طبعا الاطراف دي مش هرميها، لا ده انت هتخليها تقدري تعملي بيها اي حاجة تانية. تقدري تعملي بيها كب كيك. تقدري بصي ليها كذا، يعني ليها طرق كتير جدا. تمام. انا بقى بشيل كل الجوانب، الاربع جوانب بشيلهم خالص. بصوا شايفين كل ده كده اهو، خلاص شيلته. هقطع بقى بالشكل ده. ليه؟ ممكن ما اقطعهاش واكسرها كده وخلاص. انا بحاول ان انا اقطعها بقدر الامكان تكون تسهل عليا لما اجي اعملها بالشكل اللي احنا هنشوفه. بصوا عايزه اقول لكم الكيكه حلوه. هي كل الموضوع ان هي مش عاليه. تمام. ده لو كنت هعملها كيكه عاديه او كنت مثلا استخدمها جاتو، لكن بصوا الجزء بتاعها عامل ازاي، يعني مش عاليه. تمام. وزي ما قلنا كنت اقدر اعملها بالشكل ده. بصوا كمان ما فيهاش اي حاجه، الحمد لله السوا بتاعها جميل جدا. عندي بقى هنا كريم شانتيه. بدأت اضيف كده على الكيك وعجنته بالشكل ده اكنها عجينه كده، اكنها عجينه بس ما تكونش طريه قوي، لا عايزينها تبقى قاسيه شويه. يعني ايه قاسيه؟ مش زي الزمن كده ولا الناس اللي بيجوا علينا، لا. ما تنسيش اذكر الله. تبقى قاسيه شويه، اللي هو تبقى جامده شويه، بس اللي هو مش قوي برضو عشان نقدر ان احنا نظبط الدنيا. يعني ولا تكون طريه قوي ولا ناشفه قوي. تمام. خلينا بلاش اسيا دي عشان ممكن في ناس كتير ما تعرفهاش. صلي على رسول الله ونكمل مع بعض الفيديو. هنا بقى ايه عملت ايه؟ انا فردت الاول كيس تلاجة، الاكياس اللي هي بتاعت التلاجة اللي بنفرز فيها. فتحتها كده من الجوانب، هو جنب واحد اللي فتحته كده بالسكينة، طبعا بقى عريض معايا. وحطيته كده على الرخامة. وكيس تاني من فوق، كيس من فوقيها وانا بفرد، وكيس اللي تحت ده، يعني انا فردة كيسين تحت وحاطة كيس واحد فوق، وفردت لحد ما فردت. آه يعتبر بقى نقول عليها عجينة لحد ما فردتها بقى بالشكل ده. وضفت بقى الحشو بتاعي، الحشو اللي انت حباه، عندك مربى، عندك كريم شانتيه، عن اي حاجة تحبي تحشيها براحتك خالص. وتقدري كمان وانتي حاطه كريم شانتيه كده تقدري تضيفي كمان قطع من الشوكولاته، قطع من الفواكه براحتك خالص. انا بصراحه عملت اللي متاح عندي. طبعا احنا الايام دي بنعمل حاجات اقتصاديه، فحبيت ان انا ابسطها، اعمل حاجات بسيطه جدا بالشكل ده. هبتدي بقى اعملها رول زي ما احنا شايفين كده. بمسك الكيس نفسه وبحاول ان انا ألمها رول. بصوا القطعة اتقطعت من النص كده ولا يهمك. بصي ما يهمكيش أي حاجة، أي حاجة هتتكسر هتتقطع هتتعمل، كملي ما تقوليش لأ. بصوا كمان الكيك بسم الله ما شاء الله فاتح معانا وحلو ازاي. تقدري بقى، يعني عايزة اقولك اللي ما بينجحش مع السويس رول هيعمل الطريقة دي هتكون ناجحة معاه 1,000,000%.
اهو. انا كنت بقول هيبقى هابط كده، لا حلو جدا. لفيته بقى بالشكل دوت، وهحطه في الفريزر لمدة ساعتين 3 في الجو التلج اللي احنا فيه دوت. بصوا بقى اهي، وانا بشيل الكيس كده يعني باين عليها ان هي محجرة كده اهو، ناشفة اهي. اخلي بقى الجزء اللي فيه الحتة المتنية من تحت دي، لا اخليها من تحت كده زي ما احنا شايفين. وهبتدي بقى اجيب الكريم شانتيه وابتدي اجلس السويس رول كده من فوق. تقدري بقى تجلسيها بالسباتيولا، بمعلقة، ب عندك سكرابر، تمام. بصي براحتك بقى. يعني هي مش محتاجة بقى ادوات وتعمل، انا بصوا ببسطها لكم بجميع الطرق. عندك سباتيولا اهي، السباتيولا مش هتقول لا، وشغالين بيها حلو جدا عادي خالص. بصوا بقى انا كنت بشتغل ازاي، عارفين النقاش اكني نقاش كده وشغل. عايزه اقول لكم يعني فريده ماسكه في رجليا كالعاده، يعني ده الطبيعي بتاعنا، في اي فيديو تلاقوني بقول لكم نفس الكلام. بصوا ده السكرابر، انا هنا ايه عايزه اوريكم السكرابر هيسهل عليكي. هيسهل عليكي كتير. هي مش مستاهله يعني، السويس رول احنا عارفين مش مستاهل، لكن في نفس الوقت لو انت بقى عندك تورت، عندك حاجه، السكرابر بيكون حلو جدا. عايزه اقول لكم بقى الكريمه، استغفر الله العظيم، مش حلوة خالص. مش ضرب الكريمة نفسه، لا الكريمة نفسها نوعها مش حلو بجد يعني. أسوأ كريمة اتعاملت بيها بصراحة. هنا بقى هنشوف مع بعض ايه بعمل بالسكينة. عايزة اعرفكم ان ايه، مش هيفرق معاكي. بص السكينة كمان يعني كانت اسهل بكتير جدا، مش هتقفي على حاجة. ما تقوليش مثلا ما عنديش ادوات، ما عنديش سكرابر. لا سكرابر ده يعني انت هيبقى الافضل للطرط. بصوا بقى ده برضو سكرابر، بس مدي شكل المشط كده. بصوا بقى بدي ايه شكل كده، لو انت بقى مش عايزة تزيني. حلوة الشكل ده حلو جدا. انا مش فارق معايا، انا بس بوريكم، لكن مش فارق معايا لان انا هزينه. هنا بقى كنت بجرب الجناب كده، الجوانب بتاعته، بس بصراحة لقيت المشط اللي هو الواسع مش حلو خالص. فعملت بيه نفس الزجزاج دوت كده، عملته من الجوانب برضو، بس بالشكل التاني اللي هو اللي عملته من فوق ده اهو. عملت بقى بالشكل الضيق، احلى وافضل بكتير. الواسع ده مش عايز بصراحة كده، لا عايز تورته تكون عالية ونشتغل بيه. احب اذكرك انك تذكري الله وما تنسيش تدعي لي الدعوه الحلوه. ولو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو وعجبك، يا ريت تعملي لي اللايك الحلو بتاعك، ما تنسوش يا حلوين. هنا بقى عندي شوكولاته خام. انا بستخدم سما، قطعتها بقى ايه، قطعت قطع كده صغيره بالشكل ده بالسكينه كده بالراحه خالص، وبدات ان انا اقطع منها، او ممكن تبشريها، بس حبيت ان يكون فيها قطع كده بتبقى حلوه قوي. وبدأت بقى ازين من على الوش. عرفتوا بقى ان انا كنت بوريكم الشكل بتاع الزجزاج دوت. لو انتي مش حابة تعملي اي تزيين من على الوش كده، فتقدري تعملي الوش اللي هو ايه الشكل الزجزاج بالسكلابر او سكينة مشرشرة، هتكون حلو جدا كشكل بس مش اكتر. وانا هنا بقى ايه حطيت زي ما احنا شايفين كده الشوكولاتة، وهبتدي الطرف ده بس بسيط جدا، اجيب طبق كده واضيف فيه القطعة اللي قطعتها. طبعا دي مش هرميها، دي يعني دي اتاكلت في وقتها. بنستناش احنا يعني، لازم نخلص حاجتنا اول باول. هنا بقى بقطع كده. بصوا تشوفي انت بقى ايه عايزة تقطعي. بتشوفي مثلا بايديكي 3 صوابع 4 2 كده على حسب القطعة. هي بصراحة القطعة كده كويسة جدا. واهم حاجة وانت بتقطعي تخلي بالك يكون في معاكي بقى فوطة منديل، زي ما انا عملت كده منديل وانت بتقطعي. تمسحي بالمنديل، تقطعي وتمسحي بالمنديل، نفس الكلام كده.
وهنا بقى عملت ايه، عملت روزيتات كده من على الوش. على فكرة كان ممكن برضو ملهاش اي، ممكن ما كنتش احط روزيتات يعني، بس قلت لا عشان في كريمة. وبس كده بالشكل ده. ايه رأيكم؟ حاجة سهلة وبسيطة واقتصادية. ممكن تكون من حاجات عندك كمان. بس كده. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة وتدعموني باللايك الحلو بتاعكم. يا رب أكون قدرت أفيدكم حتى لو بحاجة بسيطة. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله. اللايك يا حلوين. السلام عليكم.